مساء الفل يا شباب، وجاي لكم دلوقتي بفيديو حلو جدا بكل اختصار كده عشان ننجز في الوقت وما نضيعش وقت كتير. هو ريفيو صغير عن المايك ده. طيب ايه المايك ده او ايه دنيته او صوته عامل ازاي؟ كل ده هنجربه دلوقتي. هنستعرض الاول شكل المايك والاوبشنات اللي جواه وشغال على الموبايلات اللي عامله ازاي واسمه وكل حاجه. وده المايك اول كده حاجه اسمه ده المايك الكي 9. تمام. معانا بقى المايك بيجي معانا بالشكل ده كده. بيجي معانا اتنين مايك والريسيفر بتاعهم اهم. دول الاتنين مايك وده الريسيفر. طيب حلو جدا، يعني احنا لو اتنين وبنسجل في الشارع او في مكان فيه دوشه يشغلنا يشغلنا. بيجي ايه تاني في العلبه؟ بيجي معاه الوصله الصغيره دي خالص اهي. هي الوصله الصغيره دي التايب سي عشان تشحنوا بيها، او اي وصله تايب سي. كده احنا عرفنا ايه محتويات العلبه. نركن بقى العلبه على جنب، مش محتاجينها. عندنا بقى المايك بيجي بالشكل ده. نشوف بقى الشكل بعد كده نجرب الصوت. حاليا انا بسجل بمايك التليفون، وانا طول ما انا بسجل هكتب لك فوق في المونتاج ده مايك ايه. يعني ده دلوقتي مايك التليفون، اول ما احول على ده هكتب لك ده. وهنجرب ده بطريقتين، لان عندك هنا مدخل اي اكس، مدخل التايب سي، مدخل لايتنج. طيب انا عن تجربه لقيت ان الصوت هنا بيبقى اوحش حاجه، الصوت هنا بيبقى اعلى منه. فاحنا هنجرب برضو وهكتب لك ان كان الصوت خارج من مدخل الاي يو اكس ولا خارج من مدخل التايب سي. فانا برضو هقول لك. طيب باختصار معانا اتنين هاند بتتشحن تايب سي من هنا، بيبقى جواها لمبه هنا بتنور، جواها زرار باور اهو. حلو جدا. هتقولي طيب دي تثبت كده اهي بمشبك. طب لو انا عايز اثبتها العكس مفيش حل؟ لا في حل. المشبك ده بيتفك، بتشده كده وتركبه العكس خلاص. يعني دي محلوله، يعني معاك الاوبشنات كلها. طيب ده شكله اهو. شايف اللمبه اهي؟ اللمبه فين؟ مش عارف اللمبه فين. اللمبه اهي، هي النقطه دي. تمام. الزرار اهو. طيب اول حاجه الهاند عشان اشغلها بعمل ايه؟ بدوس دوسه طويله بتنور معايا كده. حلو. تبدا تدور على الريسيفر، لو شغال بتعمل كونكت معاه دايركت. طيب لو دوست دوسه بشغل صدى الصوت، دوست دوسه تاني بوقف صدى الصوت. تمام. كده احنا عرفنا كل اللي نقدر نعمله من دي. طيب دي بقى بعمل ايه؟ دي بدوس برضه دوس طويله بتشتغل. طيب دي جواها كذا مود بقى. دوسه عاديه تشغل نويز كانسليشن، دوسه عاديه تاني تطفيها. ايه النويز كانسليشن دي؟ منع الضوضاء. يعني لو دوست دوسه عاديه هتوقف الدوشه. وهنجرب برضه حوار الدوشه، شغل دوشه حواليا ونجرب. طيب جواها ثلاث مودات تانيين. لو دوسه طويله بتوطي الصوت، دوسه طويله تاني بتوطي الصوت تاني، دوسه طويله تاني بتوطي الصوت تالت، دوسه طويله تاني بيرجع زي ما هو. فمش هتحتاجها، انت ممكن توطي من التليفون. طيب ايه مميزات المايك ده؟ ده الكي 15 شغال اي او اكس للموبايلات العاديه، لايتنج للايفون، تايب سي للايفون الحديث والموبايلات التايب سي. تمام. ايه مميزات تاني؟ بيتشحن تايب سي، وكمان جوه هنا مدخل. هتقولي المدخل ده ايه وظيفته؟ المدخل ده وظيفته باختصار لو ركبت هاند فري عاديه زي دي، هاند فري عاديه اهي، اوريك كده. هاند فري عاديه تقدر تسمع الصوت اللي بيخرج منه. يعني ايه؟ يعني انا حاليا بسجل، عايز اعرف صوتي طالع عامل ازاي، صوتي عالي صوتي واطي. بكل اختصار كده وببساطه هركب هنا في التليفون واجي هنا واركب دي. كده انا سامع لايف الصوت اللي بيتسجل، واسمع بقى صدى الصوت واسمع كل حاجه. حلو جدا. حلو جدا. طيب انا لاحظت ايه تاني في الاستخدام؟ لما بتركب هنا بيستهلك من البطاريه، لما بتركب من هنا هو بيشتغل على طول من كهربه الجهاز اللي انت مشغله منه، يعني ما بتحتاجش بطاريه. حلو جدا. نبدا بقى نجرب ونشوف ايه الدنيا. انتوا سامعين صوتي اهو. طيب نبدا ايه، نجرب من غير دوشه ونشوف ايه الدنيا. طيب انا جايب تابلت معايا، تابلت العادي اهو. هنفتح كده ونجرب مع بعضينا. نفتح الريكورد اهو. بصوا بقى فرق الصوت. ده هنجرب اول حاجه بسوكت، نخلينا في التايب سي عشان ده احسن في الصوت. هاجي هنا هروح مشغل بالشكل ده، هتلاقوا اللمبه نورت اهي عماله تنور. هروح مركب كده. اول ما اركب هيقول لي ايه؟ هيقول لي بيسجل على المايك. بصوا كده اهو، قال لي ايه؟ سنستخدم المايك الخارجي. حلو، هنستخدم المايك الخارجي. نمسح بقى اللي احنا كنا مسجلينه قبل كده ونبدا نشغل. هنشغل كده اهو، كده اشتغل معانا. هنجرب بقى بنويز كانسليشن ومن غير نويز كانسليشن. احنا دلوقتي مفيش دوشه، هنجربه عادي. تمام. تمام. دلوقتي واحنا بنتكلم شايفين الموجة عاملة ازاي؟ يعني بنقول تيست مايك 1 2 3 4، ده صوت المايك عن طريق التايب سي. وماشي ده كده صوته. طيب مع التايب سي برضو نجرب نشغل صدى الصوت. لو جينا بصينا هنا اول ما هدوس تك عادية
شغل كده تاني كده اهو، الصوت رجع تاني. انا كنت عامل ميوت لما دوست دوسه واحده. طيب لو دوست دوستين ورا بعض هيبدا ينور ويطفي، وكده تقريبا اشتغل صدى الصوت. سامعين؟ ده كده صدى الصوت. طيب انا عايز اتاكد ان ده صدى الصوت، هعمل ايه؟ هجيب الهاند فري زي ما قلنا عادي واركبها. تمام. لو جيت بقى اسمع كده صوتي واشوف عامل ازاي، بص انا حاطط المايك فين. حاطط المايك هنا. انا كده سامع نفسي بصدى صوت. طيب عايز اطفي صدى الصوت، هدوس دوستين ورا بعض. بص اول ما دوست كده انا طفيت صدى الصوت خالص. طيب كده الصوت حلو قوي وجميل. بصوا انا بعد المايك قد ايه، انا هنا اهو وهو هنا. طيب تمام. هتقول لي كده صدى الصوت. طيب لو دوست دوسه واحده زي ما دوسنا قبل كده بيعمل حاجه اسمها ميوت. يعني ايه ميوت؟ يعني بيوقف المايك. تمام، بيوقف الصوت لو دوست دوسه واحده. طيب تمام. لو شغلنا التاني معاه هل هيشوشروا على بعض؟ نجرب برضه. كده هو بيشتغل، كده اشتغل. بصوا الاتنين مع بعض اتكلم، مفيش اي شوشره. طيب لو فعلت صوت الصوت في واحد اهو، انا كده فعلت صوت الصوت، هتلاحظوا كده ان في حاجه غريبه. ما علينا، نطفي صوت الصوت. كده الاتنين اهم، باجي اتكلم عند بقي هو الصوت هتلاقوه بقى وحش شويه عشان الاتنين قريبين. بصوا لما ابعدهم الصوت بيبقى حلو. طيب نطفي ده. تمام. احنا كده واحد بس، الصوت كويس. طيب نجرب مودات الجهاز بقى. نيجي ندوس دوسه واحده زي ما قلنا. كده انا دوست دوسه واحده. سامعين؟ كده انا طفيت النويز كانسليشن خالص. هتلاقوا صوتي بقى كامل، يعني بكل نطاقات الصوت بتاعتي مش معزول. وهتسمعوا صوت هوا، ده صوت الهوا اللي حواليا. تمام. طيب ده صوت الهوا. طيب نجرب نشغل دوشه حوالينا كده. دلوقتي هنشغل دوشه. تمام. بصوا انا مش عارف انتوا سامعينها ولا لا، بس انا معلي الصوت. طيب نقرب من الدوشه. سامعين؟ انتوا كده سامعين صوت المسلسل وانا بتكلم. طيب لو وقفنا وشغلنا النويز كانسليشن ايه اللي هنسمعه؟ انتوا كده يعتبر مش سامعين المسلسل، سامعين انا بس. واخدين بالكم؟ اهو كده انتوا مش سامعين المسلسل. بصوا اما اطفي، بصوا في دوشه وفي صوت المسلسل. لو جينا قربناه من المسلسل، واخدين بالكم؟ اروح موقف، كل الدوشه راحت خالص. واخدين بالكم؟ فانا شايف ان كده كويس. نوقف بقى الصوت. ده كده جربنا بالتايب سي بالنويز كانسليشن بصدى الصوت من غير نويز كانسليشن. طيب تمام. ده حاليا عندنا التجربه الثانيه بقى. هنجرب بسوكت ال 3.5 مللي. هاجي هنا احفظ الريكورد ده واكتب تايب سي. تمام. تمام. هبدا بقى افصل. انا كده فصلت الجهاز. اول ما فصلته هتلاقوه طفى من هنا. ليه؟ عشان كان شغال على كهرباء التابلت، واول ما تركبه بيشتغل دايركت من غير ما تدوس على الباور. طيب التايب اللي هنا ال 3.5 مللي لا، ما بيعملش كده. هنجرب ال 3.5 مللي ونجري عليه الاختبارات بتاعتنا برضو عشان نعرف ايه الدنيا. هبدا اركب ده كده اهو. ال 3.5 مللي قال لي هنسجل من المايك الخارجي. طيب هبدا اشغل كده. انا كده بدات ريكورد. كده انتوا سامعيني من سوكت ال 3.5 مللي. تمام. تمام. ممكن الجوده تقريبا تبقى اوحش من التايب سي او هي ما اعرفش بصراحه. قيموا وقولوا لي رايكم، بس انا شايف ان التايب سي احسن. كده انا بتكلم من غير صدى صوت. هدوس دوستين ورا بعض. كده اهو صدى الصوت. لا كده الو. لا دوس دوستين ورا بعض بسرعه. كده اهو صدى الصوت. سامعين؟ حاجه كويسه جدا. وبصوا المايك بعيد على بعد حوالي اهو شبر. طيب نطفي صدى الصوت اهو. انا كده بتكلم. طيب نجرب نطفي النويز كانسليشن. بصوا كده. كده صوت الهواء بقى حواليا عادي من صوت المروحه، وصوتي بقى احسن. فانت بتشوف حابب في المونتاج تعدل الحوار بتاع النويز كانسليشن ان انت تعزل الصوت وتاخد الصوت كامل، ولا تخليه هو اللي يعزله لك، ده براحتك. طيب نبدا نشغل الدوشه اللي حوالينا. انا كده المايك عندي والدوشه بعيده اهو. ده كده صوت الدوشه وانا بتكلم. طيب صوت الدوشه تقريبا باين. هبدا اشغل نويز كانسليشن. كده صوت الدوشه راح خالص مع ان الدوشه لسه شغاله والمايك بعيد عن بوقي. طيب نقرب بقى من الدوشه ونطفي النويز كانسليشن. نطفي يعني منع الشوشره. بصوا كده. انا كده جنب المسلسل. انتوا يعتبروا مش سامعيني عشان الصوت عالي بتاع الدوشه. طيب نشغل نويز كانسليشن ونشوف هتسمعوني ولا لا. بصوا انا كده في نفس المكان في وسط الدوشه حرفيا. بصوا انتوا مش سامعين اي حاجه غيري. فيعني انا شايف العزل بتاعه حلو قوي جدا. نبدا بقى نوقف الدوشه. ده كده كان تجربة ال 3.5 مللي بالدوشة ومن غير الدوشة. طيب تمام نوقفه. هنكتب هنا 3.5 ثواني 3.5 مللي.
تمام. كده احنا جربناه بال3.5 مللي، كده احنا خلصنا يعتبر التجارب بتاعته. ابدا افصل الجهاز. طيب هتقول لي انا سمعت منين ان انا عامل نويز كانسليشن وعرفت ان في دوشه وما فيش دوشه؟ هقول لك بسبب حاجه بسيطه. انا قلت لك طول ما انا مركب الهاند فري فانا سامع كل حاجه. انا حاليا وانا فاصله انا سامع صوتي لما كنت لابسها. فدي ميزه في المايك ده، ميزه كبيره، غير ان هو بيشتغل على كل الموبايلات، كل الموبايلات والكاميرات. في ميزه ان انت تسمع لايف. تمام، حلو جدا. طيب بطاريته بتقعد قد ايه؟ يعني ما جربتش بصراحه بس بتقعد كتير، هتشغلك وزياده. طيب نشغل الدوشه ونشوفها مع مايك التليفون تبقى عامله ازاي. انا كده بتكلم مع الدوشه، سامعين؟ ده كان صوت الدوشه. نوقف بقى الدوشه خلاص، نوقف صوت الدوشه. ده كده كان ريفيو بسيط للمايك. طيب احنا كده كان معانا ايه المقارنات بتاعته؟ كانت مقارنه ما بين الصوت العادي في التايب سي وال3.5 مللي في الاثنين، والصوت صدى الصوت هنا وهنا، وكمان الدوشه من غير نويز كانسليشن هنا وهنا، والدوشه مع عزل الصوت هنا وهنا. فعشان لو انت هتشتري مايك زي ده تعرف بقى انت تركبه على ال 3.5 مللي ولا التايب سي، فتعرف الصوت هيبقى خارج لك ازاي، وخارج لك ازاي لو مشغل منع الضوضاء او مش مشغل منع الضوضاء، ويبقى خارج لك ازاي لو انت في مكان فيه دوشه عشان تعرف الصوت هيبقى طالع عامل ازاي. وغير ان في ميزه السماعه فتعرف وانت في وسط الدوشه الصوت بتاعك هيبقى طالع عامل ازاي. ده كان ريفيو المايك. المايك بيجي 3 قطع بالشكل ده والوصله التايب سي بتاعته. مايك جميل جدا وحلو. هو كده متشغل لسه زي ما هو عشان انا ما فصلتوش. هبدا افصل، انا ده اتفصل خلاص، افصل ده كده انا فصلت الجهاز. فده جهاز جميل جدا. كل اللي عليك تشحنه وتنزل الشارع على طول تسجل، وانت تلبس المايك، اللي قدامك يلبس مايك، تاخد الجهاز ده تركبه في الكاميرا في الموبايل في الايفون في اي جهاز وتبدا تسجل. انت في مكان ما فيهوش دوشه وفي استوديو مثلا، اطفي منع الضوضاء هيطلع لك صوتك بكل موجات صوتك كلها. فده كان ريفيو المايك. انا سايبك انت اللي تحكم، عارض لك كل حاجه، هعرض لك كل الاصوات، هتسمع انت كل الصوت بتاع التايب سي وصوت 3.5 مللي وصوت الموبايل، وقول لي في الكومنتات انهي صوت احسن، التايب سي ولا 3.5 مللي ولا صوت الموبايل. ولو مثلا التايب سي قلت احسن قول لي كمان حلو بمنع الضوضاء ولا من غير منع الضوضاء، في وسط الهدوء يعني وانا الدنيا هدوء كده من غير دوشه، استخدم منع الضوضاء ولا ما استخدموش، ولا استخدم اصلا مايك التليفون لو احسن. عرفني في الكومنتات انهي احسن، ومن وجهة نظرك المايك ده حلو ولا في حاجة تانية أحسن ممكن نجربها. فكده نكون خلصت ريفيو المايك ده. والمرة الجاية مع بعضينا هنجرب المايك الكوندنسر البي ام 800. ده طبعا صوته هيبقى أحسن بكتير، بس ده ما فيهوش عزل ضوضاء وكده، ده بيتوصل دايركت على الكمبيوتر، ما فيهوش بقى سوفت وير والقصة دي. لكن التاني ميزته إنه جواه سوفت وير، ده جواه سوفت وير. ما تنساش طبعا لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة. لو أول مرة تشوفني اشترك طبعا في القناة وفعل الجرس، واكتب لي بقى كومنت انهي صوت احسن من اللي انا عرضته لك، واستنى الفيديو الجاي بتاع المايك التاني. سلام.